السلام عليكم. أهلا بكم بفيديو جديد على قناة الزراعة الحديثة. النهاردة هنستعرض مع بعض أسعار الرز الشعير وأسعار الرز الأبيض وأسعار مخلفات الرز، ومعانا أسعار الكراوية والفاصوليا وأسعار اللب، ومعانا أسعار الذرة المستورد والذرة المحلي وفول الصويا المستورد وفول الصويا المحلي، ومعنا أسعار الفول البلدي ومجموعة كبيرة من أسعار المحاصيل والبقوليات والحبوب المعبأة. وبرضه هنتكلم عن وظائف بعض العناصر الغذائية للنبات في نهاية الفيديو. لو حضرتك مهتم تابع معانا الفيديو للنهاية، ولو أول مرة تشوفنا وعايز تشترك معانا في زرار أسفل الفيديو مكتوب عليه كلمة اشتراك، هتضغط عليه وهتفعل زر الجرس عشان أي فيديو جديد ننزله على القناة يوصلك إشعار على الموبايل. هنبدأ بأسعار الرز الشعير. أسعار الرز الشعير العريض والصال للمضرب بيتراوح سعر الطن من 15,800 جنيه ل16,000 جنيه، وسعر الرز الشعير الرفيع والصال للمضرب بيتراوح سعر الطن من 14,800 جنيه ل15,000 جنيه. أسعار التنفيذ على أرضه بتقل 200 جنيه وبتختلف من مكان للتاني ومن تاجر لآخر على حسب جودة البضاعة وطريقة السداد وتكلفة التحميل والتعتيق والنقل. بدأ يبقى فيه عرض من الرز الشعير في السوق. وأسعار الرز الأبيض العريض من أرض المضرب، البضايع العالية المخدومة كويس من المضرب، زيت وبخار وسورتكس وكسر من 8 ل10%، بيتراوح سعر الطن من 23,600 جنيه ل23,800 جنيه. شكرا كمبيوتر متعبية رز أبيض عريض 25 كيلو من أرض المضرب، سعرها بيتراوح من 595 جنيه ل600 جنيه. أما عن أسعار الرز الأبيض الرفيع من أرض المضرب، البضايع العالية المخدومة كويس من المضرب، زيت وبخار وسورتكس، كسر من 8 ل10%، بيتراوح سعر الطن من 22,600 جنيه ل22,800 جنيه. شكرا كمبيوتر متعبية رز أبيض رفيع بيتراوح سعرها من 565 جنيه ل570 جنيه 25 كيلو. بالنسبة لأسعار الرز الأبيض بيتحكم فيها وتحددها أسعار ومشتريات الرز الشعير وجودة البضاعة ونسبة الكسر وأسعار مخلفات الرز. أسعار الرز الأبيض كسر أقل من كده من 3 ل5%، بتزيد في السعر من 200 ل300 جنيه وبتبقى طلبيات خاصة. بالنسبة لأسعار مخلفات الرز، السرس المطحون ثبت في الأسعار من 1300 جنيه ل1500 جنيه، سعر الكونة من 10,500 جنيه ل10,700 جنيه. كسر الرز الناعم على حسب درجة وخشانة الكسر من أرض المضرب من 12,800 ل13,000 جنيه. أما عن أسعار السرس البلدي ف6,000 جنيه للطن. بالنسبة لسعر الفول البلدي الإرداب ب155 كيلو، البضايع العالية من 4,600 جنيه ل4,800 جنيه، أما البضايع الوسط ف4,300 جنيه ل4,400 جنيه، والبضايع العادية القليلة من 3,800 جنيه ل4,000 جنيه. أما عن أسعار الفول البلدي الصحيح المفروش سوروتكس ومعبأ في شكاير 25 كيلو، بيتراوح سعر الطن من 32,000 جنيه ل32,500 جنيه. والفول الصحيح الأسترالي معبأ في شكاير 25 كيلو، بيتراوح سعر الطن من 29,000 جنيه ل29,500 جنيه. والفول الصحيح الإنجليزي بيتراوح سعر الطن معبأ في شكاير 25 كيلو من 28,000 جنيه ل28,500 جنيه. أما الفول المجروش الأسترالي بيتراوح سعر الطن من 33,000 ل33,500، والفول المجروش الليتواني بيتراوح سعر الطن من 28,000 ل28,500 جنيه معبأ في شكاير 25 كيلو. بالنسبة لأسعار العدس، سعر العدس بجبة العريض من 43,000 ل44,000 جنيه للطن، والعدس بجبة الرفيع من 40,000 جنيه ل41,000 جنيه، والعدس المجروش الأصفر من 45,000 جنيه ل46,000 جنيه للطن. أما عن أسعار الذرة المستورد الأصفر البرازيلي
12,000 جنيه للطن صب أرض المينا. والذرة المستورد الأصفر الأرجنتيني 12,000 جنيه للطن. والذرة المستورد الأصفر الأوكراني والصربي والأمريكي والبلغاري والروماني 10,800 جنيه للطن. أما عن أسعار الذرة في المدشات وتنفيذ لدى التجار اليوم، وصل سعر الذرة الأصفر الأوكراني المعبأ 50 كيلو 11,300 جنيه ل 11,500 جنيه. والذرة الأصفر المحل العريض وصل سعره شكاير معبأة 50 كيلو من 12,200 ل 12,300 جنيه. والذرة الأصفر المحل الرفيع شكاير معبأة 50 كيلو وصل سعره من 14,000 ل 14,300 جنيه. والذرة الأصفر الفيومي معبأ 60 كيلو وصل سعره من 15,700 جنيه ل 16,000 جنيه. والذرة الشام الأبيض المعبأ 67 كيلو من 11,000 جنيه ل 11,300 جنيه. والذرة العويجة الحورس المعبأ 67 كيلو وصل سعر الطن من 12,600 جنيه ل 12,800 جنيه. أما الذرة العويجة الوسط وصل سعره معبأ 67 كيلو من 15,000 ل 15,200. والذرة العويجة الكبيرة معبأ 60 كيلو من 18,600 ل 18,800 جنيه. ده كان كل ما يخص أسعار الذرة. أما بالنسبة لأسعار الفاصوليا، فوصل سعر طن الفاصوليا البضائع العالية من 55,000 ل 57,000 جنيه. والكراوية من 55,000 ل 56,000 جنيه. أما عن وظائف بعض العناصر الغذائية للنباتات، عندنا النيتروجين مسؤول عن النمو الخضري، والفوسفور مسؤول عن امتصاص الغذاء في الجذور وتحسين نمو المجموع الجذري والزهري. أما البوتاسيوم فمسؤول عن تنظيم العمليات الحيوية وانقسام الخلايا ونفاذية الخلايا وتمثيل البروتين والكربون، ومسؤول عن نقل الغذاء من الجذور والأوراق لباقي أجزاء النبات من خلال الوسط الأقل تركيز إلى الوسط الأعلى تركيز. أما الكالسيوم بيلحم خلايا السليلوز مع بعضها البعض وبيكون جدار للخلايا والثمر والأوراق. أما الكبريت بيدخل في تركيب الزيوت الطيارة المسؤولة عن الطعم والرائحة، وبيدخل في نضج الثمار وتحول لونها. أما المغنيسيوم بيدخل في زيادة نسبة الزيوت في النبات وبيساعد على تكوين اللون الأخضر في النمو الخضري مع النيتروجين والحديد. بالنسبة للحديد بيساعد في بناء النمو الخضري عن طريق تنشيط الإنزيمات المسؤولة في بناء مادة الكلوروفيل. والزنك مسؤول عن استطالة النبات. والمنجنيز بينشط عملية البناء الضوئي وبيدخل في زيادة وحجم الثمار الجذرية والضرنية زي البطاطس والجزر. بالنسبة لعنصر النحاس مسؤول عن اللون اللامع الزاهي وصلابة الثمار. والبرون بيتحكم في حركة الهرمونات داخل النبات. والمولوبيديوم بيحول النترات في الأسمدة إلى بروتينات. وأخيرا الكلور بيساعد في عملية التمثيل الضوئي. انتهينا من حلقتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.